السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعيني الكرام، متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنعمل برج الحمل بتاريخ 11/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصل كل ما هو جديد أصحاب برج الحمل. على الصعيد العام يا حمل، الحمل داخل على مرحلة صحوة داخلية قوية جدا، مرحلة ما بعدها مش زي اللي قبلها. انت كنت فترة طويلة حاسس انك ماشي بعقلك بس، كنت بتخطط وبتحسب وبتراجع، لكن قلبك كان واقف على جنب، متساب لوحده ويشيل وجعه من غير ما حد يسمع صوته. كمان الطاقة بتقول إنك كنت محاط بتضارب رهيب بين اللي بتحبه واللي لازم تعمله يا حمل، بين اللي نفسك فيه واللي المفروض تعيشه، وده خلق جواك حيرة تردد، إرهاق نفسي وشد عصبي كبير. لكن في نقطة مهمة ظهرت بوضوح، أنت فوق ما تتخيل أقوى مما كنت فاكر نفسك. المرحلة اللي جاية يا حمل مش مرحلة انتظار، دي مرحلة إعلان نية، إعلان مواقف، إعلان تغيير. وفي رسالة واضحة جدا بتقولك يا حمل، اللي ضيعك قبل كده مش هيرجع يضيعك تاني. أما على الصعيد المهني، عمليا الحمل شغال في بيئة فيها مقارنات وتوقعات كبيرة جدا ومسؤوليات متراكمة عليه، وشعور دايم إنك مطالب تثبت نفسك حتى وإنت تعبان. لكن الورق بيقول يا حمل، في باب شغل أو ترقية أو فرصة عمل هتفتح فجأة بعد فترة، بعد صبر وتعب. الفرصة دي مش سهلة يا حمل، مش مجانية، مش مضمونة لو انت اتهونت، ودي فرصة متاحة يا حمل. جراءة، حدة، قرار، سرعة وثقة في نفس الوقت. في شخص في محيط شغلك يا حمل كان عامل لك توتر أو بيحاول يقلل منك، لكن طاقته دلوقتي ضعفت وبقت شايفة بوضوح على الحقيقة. الفترة اللي جاية تشهد بتغيير مكان أو تغيير صفة، والنتيجة النهائية مكسب مهني ونقلة نوعية في وضعك العملي. أما على الصعيد المالي، ماليا الحمل كان ماشي بنظام، يجي فلوس يمشي فلوس، يظبط شوية يخبط فجأة، يحسبها صح وتطلع فجأة. وده سبب ليك ضغط كبير يا حمل، وخوف من المستقبل وشعور بعدم الأمان. لكن الطاقة بتقول إن في فترة جديدة من التوازن المالي، والفلوس هتبدأ ترجع تمشي في اتجاه ثابت، مش من مرة واحدة لكن ثبات تدريجي. يعني دخل منتظم، صرف تحت السيطرة، وقرار أنضج. وفي تحذير واضح، إياك تتحمل مسؤولية مادية على حد مش مقدرك، وإياك تدخل في شركة مالية بنية طيبة زيادة عن اللزوم يا حمل. أما على الصعيد العاطفي، عاطفيا يا حمل، الحمل عنده نار، لكن النار دي اتحرقت كتير قبل كده. انت حبيت بصدق، زيادة تنازلات أكتر مما يجوز، واستحملت فوق طاقتك، وده خلاك في مرحلة نفسك ترجع تحب لكن خايف تتوجع تاني. لكن الورق بيقول يا حمل إن في شخص لسه طاقته مربوطة بيك، لسه شايلك في قلبه، لسه بيفكر فيك بصمت. اللي جاي يا إما صراحة تقلب كل حاجة، يا إما نهاية واضحة تشيلك في حالة انتظار. ولو أنت عازب يا حمل، في ارتباط جاي مش قائم على الجذب بس، لكن على الاستقرار، الاحترام والراحة النفسية. العلاقة جاية مختلفة وهادية وفيها أمان. أما على الصعيد الصحي، صحيا يا حمل، أنت محتاج تهتم بنفسك شوية، وتهتم بالجهاز العصبي، وتهتم بالنوم، وتهتم بالتفكير اللي بيضغط على القلب والمعدة. في إرهاق واضح، وفي تراكم توتر، وفي كتمان مشاعر مأثرة على جسمك. أما على الصعيد الدراسي، لو الحمل في مرحلة دراسية فهو ذكي سريع الفهم، لكن مزاجه متقلب، ويركز على فترات النجاح موجود، لكن محتاج تنظيم ثابت والتزام فعلي. لو في مرحلة تطوير، فيه مهارة جديدة أو تعليم مختلف، ممكن تغير مسارك تماما لو دخلته من بابه الصح. رسالة طاقتك يا حمل، الرسالة بتقول انت كنت محاط بطاقة خداع أو نفاق، أو حد كان بيظهر غير اللي جوه، لكن الحقيقة بدأت تطلع والأقنعة بدأت تقع، وانت بقيت شايف الأمور بعين أوضح من أي وقت فات. المرحلة اللي جاية مش هتكون سهلة لكنها صادقة، مش هتكون مريحة لكنها حقيقية، مش هتكون سريعة لكنها ثابتة. ودي كانت قراءتك اليوم يا حمل. انتظروني في فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.